أهلا بكم أصدقائي. سنتناول اليوم موضوعا بالغ الأهمية، ألا وهو الكسكسي الجزائري، ذلك المكون الأصيل من تراثنا الثقافي العريق. وكما تعلمون، فالكسكسي بالنسبة لنا ليس مجرد طبق لذيذ، بل هو جزء لا يتجزأ من هويتنا وتاريخنا. في عام 2017 أدرجت منظمة اليونسكو الكسكسي الجزائري ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية. هذا الإنجاز العظيم لم يأت من فراغ، بل هو ثمرة جهودنا المتواصلة في الحفاظ على تراثنا وتوريثه للأجيال القادمة. إلا أن هناك من يحاول التعدي على تراثنا. دعوني أصارحكم، فنحن نتحدث عن جيراننا في المغرب الذين يدعون ملكيتهم للكسكسي. لكن الحقيقة الواضحة هي أن الكسكسي عنصر أصيل من تراثنا الجزائري. الكسكسي في الجزائر ليس مجرد وجبة، بل هو رمز للتآزر والوحدة. نحضره في المناسبات السعيدة والأعياد، فيجتمع الأهل والأصدقاء على مائدته، وتعكس كل خطوة في تحضيره عاداتنا وقيمنا الراسخة. رسالتي إلى أشقائنا في المغرب: احتضنوا تراثكم الخاص واحتفلوا به، لكن لا تحاولوا الاستيلاء على تراث الآخرين. فالجزائر تمتلك تاريخاً عريقاً وثقافة غنية تستحق كل احترام وتقدير. ومن هنا أدعو جميع الجزائريين إلى مواصلة حماية تراثنا وتوارثه عبر الأجيال، لنفخر بما نملك ونعمل جاهدين على صونه. الكسكسي جزء من هويتنا، ولن نسمح لأحد بأن ينتزعه منا. شكراً لكم على المشاهدة. إذا أعجبكم الفيديو، فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. كما أدعوكم لمشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم وعائلاتكم، لنبقى دوما موحدين في الحفاظ على تراثنا العريق. إلى اللقاء في فيديو قادم.